هادشي اللي دار إبراهيم دياز اليوم مع ريال مدريد كيبين اليوم أنه بدا كيرجع المستوى ديالو. إبراهيم من بعد ما دخل بدقائق أمام فالنسيا قدم أسيست الهدف الثاني وساهم في الفوز المهم ديال الريال، علما أنه في المباراة الماضية عطى أسيست وصيد ضربة جزاء اللي جا منها هدف الفوز ضد رايو فاي. ومفاجأة هذه، ياسين بونو تعرض للإصابة اليوم. أعلن نادي الهلال في بيان رسمي أن حارسه المرمى المغربي ياسين بونو غاب عن الحصة التدريبية اليوم الأحد بسبب إصابته في الكتف. وأكد النادي السعودي أن بونو خضع لجلسة علاجية في منطقة الكتف دون تحديد خطورة إصابته ولا مدة غيابه عن الملاعب. نتمنى تكون إصابة طفيفة وما تغيبوش لمدة. أجيو تشوفوا سفيان بوفال رجع للتألق. بوفال كيتألق في الدوري الفرنسي، واليوم قدم أسيست الهدف الأول ديال ناديه لو هافر ضد نادي ستراسبور في الدقيقة 26 بطريقة رائعة. بوفال قدم مباراة كبيرة وخرج في الدقيقة 79 ودخل مكانه مواطنه ياسين